السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمد سعيد. إن شاء الله النهاردة مع الدرس السابع من دروس كورس تأسيس لغة إنجليزية للمبتدئين، وهناخد فيه إن شاء الله درس مهم جدا في اللغة الإنجليزية، وهو اسمه درس الأسماء المعدودة والأسماء الغير معدودة. وإزاي إن أنا أعرف أفرق بين الاسم المفرد والاسم الجمع والاسم الغير معدود. أنا عندي في اللغة الإنجليزية في حاجة اسمها أسماء معدودة وأسماء غير معدودة. الأسماء المعدودة هي اللي لها مفرد ولها جمع. اسم معدود يعني يعني له مفرد وله جمع، زي بوك كتاب واحد، الجمع منه 2 بوكس أو 3 بوكس أو 4 بوكس يعني كتابين أو 3 أو 4. tree يعني شجرة واحدة، الجمع منها 2 trees 3 trees 4 trees يعني بعرف أعد الشجر، يبقى الواحد منه يبقى مفرد، والاثنين والثلاثة والأربعة جمع. وفي الجمع بضيف اس او اي اس او اي اس، مش هنلخبط نفسنا بالمعلومة دي، هنبقى نشرحها بعدين. المهم ان الجمع المنتظم اخره اس. مثال تاني للاسم المفرد كلمة انابل يعني تفاحة واحدة، الجمع منها لو هما اتنين يبقوا 2 apples. طب انج يعني بيضة واحدة، الجمع منها 2 eggs او 3 eggs او 4 eggs. طيب one man يعني رجل واحد، ده اسمه جمع غير منتظم او جمع شاذ. ليه جمع شاذ؟ لان لما بحب اجمع اي اسم في اللغة الانجليزية بضيف له اس زي ما قلنا، او اس او اي اس حسب نهاية الاسم، ما عدا في اسماء ما بتاخدش اس في الجمع بتاعها، زي كلمة مان. يعني ايه مان؟ مان يعني رجل، الجمع منها منز على رأي سعيد صالح ولا لا، الجمع منها من. يعني one man رجل واحد، الجمع منها من. يعني ايه من؟ رجال. 2 men 3 men، مش مانز بقى، خلاص ما بحطلهاش اس. وكلمة one person يعني شخص او انسان. one person يعني شخص او انسان. طب كلمة الجمع بتاعها persons لها جمع persons برضو، بس الاشهر people. يعني people اشخاص او ناس، ده اسمه جمع كلمة من. وكلمة people دول اسمهم جمع غير منتظم. طب يعني ليه سموهم جمع غير منتظم؟ لان لما بجمع المفرد بتاعهم ما بضيف لهمش اس، فلازم احفظ الجمع ده على وضعه. مان رجل جمعها من رجال، one person او person جمعها people. ده بالنسبة للاسم المفرد والاسم الجمع. طب يعني ايه مفرد وجمع؟ المفرد والجمع اللي بعرف اعده، او الاسم المعدود اللي انا اقدر اعده. يعني ادي قلم، تمام، كده بقوا قلمين، كده بقوا 3، وصل. طب ايه بقى الاسم الغير معدود؟ اللي ما اقدرش اعده. يعني انا اقدر اقول كتاب كتابين 3 كتب، شجرة شجرتين 3 شجرات، تفاحة تفاحتين 3 تفاحات، بيضة بيضتين 3 بيضات، رجل رجلين 3 رجال، شخص شخصين 3 اشخاص. طب المية اقدر اقول مية ميتين 3 ميات، يبقى اسمه اسم غير معدود. طب اقدر اقول عصير عصيرين 3 عصيرات، يبقى اسمه اسم غير معدود. طب اقدر اقول لحمة لحمتين 3 لحمات، يبقى غير معدود. يعني ايه بقى اسم غير معدود؟ ما اعرفش اعده، ما اعرفش وبشيله بالكميه، بشيله يعني لما اجي اقول هنا مثلا عايز اقول يوجد كثير من الكتب، اقول عدد ولا كميه؟ يوجد عدد كثير من الكتب. طب التلاميذ؟ يوجد عدد كثير من التلاميذ. طب الميه؟ كمية كثيرة أو كبيرة من المياه. طب الخبز؟ يوجد عدد كبير من الخبز ولا كمية كبيرة من الخبز؟ كمية، لأن الغير معدود بيتعامل بالكمية. ده الفرق بين الاسم المفرد والاسم الجمع والاسم الغير معدود. مفرد يعني حاجة واحدة، 2 منها يبقى جمع، وكده يبقوا الاثنين اسمهم اسم معدود. طب الغير معدود زي ما قلنا. طب لو لقيت الاسم مفرد عايز اكون جملة عليه، في عندي حاجة اسمها there is. يعني there is يعني يوجد. there is يعني طب والاسم الجمع اقول عليه there are. برضو there are يعني يوجد. بس ايه الفرق بين there is و there are؟ there is لو حاجة واحدة، و there are لو حاجتين او 3. يعني
عايز اقول يوجد كتاب there is a book. طب يوجد كتب there are books. طب يوجد تفاحة there is an apple. طب يوجد تفاح there are apples. الاسم الجمع الاسم المفرد لازم يسبقه a او ان او وان. الاسم المفرد لازم يسبقه ايه؟ او انا او وان. لو خدت بالك انا قلت يوجد كتاب ازاي؟ there is a book. يعني ديت يعني كتاب واحد. طب يوجد تفاحة there is an apple. يعني يعني تفاحة واحدة. طب يوجد رجل واحد there is one man او a man. عادي، ما هو الثلاثة دول معناهم ايه؟ واحد. خلاص، الاسم المفرد لازم يسبقه او ان او one، وما ينفعش يجي معاه لا صم ولا ايه اني. طب الاسم الجمع ياخد ايه؟ ار ويجي قبل منه صم او اني. ايه يا مستر صم واني دول؟ صم دي قلناها لو انتوا فاكرين الدرس اللي فات معناها بعض، واني معناها ايه؟ اي. لو انتوا فاكرين لما اخدنا هاز جات الدرس السادس، هاز جات وهاف جات، قلنا هاي اي هاف جات صم واي هافنت جات اني وهاف يو جات اني. يعني صم بتيجي في الاثبات واني بتيجي في النفي والايه والسؤال، لو انتوا فاكرين اخدناها الدرس اللي فات. يبقى الاسم الجمع لازم يجي قبل منه صم او اني، وما ينفعش يجي قبل منه لا ولا ان ولا وان. ليه؟ لان يعني واحد. ينفع اقول يوجد there is a books، يوجد كتاب واحد كتير، ما هي بوكس يعني كتب كتير، يعني واحد. ينفع؟ يبقى الاسم الجمع ما ينفعش يجي قبل منه لا ولا ان ولا ايه ولا وان. ده بالنسبه للاسم الجمع لما اجي اتكلم عليه. انا عايز اقول يوجد بعض الكتب there are some books. لا يوجد اي كتب there aren't any books. طب عايز اقول يوجد بعض التفاح there are some apples. لا، لان الاسم الجمع ما بياخدش ايه ان، بقول ايه there are some apples. طب يوجد بعض الاشخاص، اقول ايه there are some people on the bus. في ناس في الاتوبيس. وصلت؟ يبقى ما ينفعش احط قبل الاسم الجمع لا ولا ان ولا ايه ولا وان، امال بحط ايه some او اني. هنشرحها بالتفصيل دلوقتي. طب الاسم الغير معدود لما اجي اتكلم عنه برضو بقول there ايه is، لان الاسم الغير معدود هو الاسم اللي ملوش جمع وبيعامل معاملة المفرد، بيعامل معاملة الايه المفرد. يعني عايز اقول يوجد مياه there is water، ولا احط لا ولا ان ولا ايه ولا وان. وممكن ما احطش برضه some واني عادي، بس يعني لما اجي اجزأ اقول there is some water. عايز اقول يوجد عصير there is juice، خلاص، او there is some juice. طب عايز اقول يوجد لحمه there is meat او there is some meat. وصلت ولا ما وصلتش؟ يبقى الاسم الغير معدود بياخد ايه؟ بستخدم معاه there is. يعني ايه there is؟ قلنا كلها على بعضها كده معناها ايه؟ يوجد، وبيجي قبل منه some او اني. طيب الاسم الغير معدود برضه ما ينفعش يجي قبل منه ولا ان ولا وان. ليه بقى؟ لان احنا قلنا الاسم والان والوان بيجوا قبل الاسم الايه المفرد، وده غير معدود. يعني لو قلت جوس معناها عصير واحد، ينفع؟ طب لو قلت شجر معناها سكرايه واحده، ينفع؟ ما ينفع. يبقى الاسم الغير معدود ما ينفعش ياخد ايه ولا ان ولا وان. تعال نكون جمل ونشوف الكلام ده هنطبقه ازاي. عايز اقول يوجد تفاحه. مين يقول الجمله دي؟ يلا واحد شاطر يقولها، يلا بسرعه. قول يا نسيم يلا. ابل. ابل ولا ان ابل؟ برافو عليك. اقول there is ايه there is an apple. طب عايز انفيها، يلا يا محمد يا ايمن. isn't، يلا an apple 10 على 10. طب عايز اقول هل يوجد تفاحة، يلا يا رحيم. بعمل ايه لما اجي اسال هل؟ بعمل ايه؟ ايوه، ببدا بمين الاول؟ باز، وبعدين there، وبعدين an apple. تاني يلا. يوجد تفاحة there is an apple. لا يوجد تفاحة there isn't an apple. هل يوجد تفاحة is there an apple؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ طب عايز بقى اكون جملة على الاسم الجمع. عايز اقول يوجد بعض التفاح. قول يا محمد، قول يا نسيم يلا. خلي بالك حطيت كلمة ايه بعض. يعني ايه بعض؟ قول يلا بسرعة.
there are some apples. There are some apples. خلي بالك apples دي ايه؟ جمع، عشان كده اخدت قبل منها some. وصلت؟ طب انفي يلا محمد يا ايمن. عايز اقول لا يوجد اي تفاح، ما عندناش تفاح خالص. يبقى there aren't There aren't. any. برافو عليك. اني ليه بقى حطيت اني؟ احنا قلنا الدرس اللي فات ان صم بتيجي في الاثبات واني بتيجي في النفي لما يكون في نطق، خلاص، او في السؤال. يبقى لا يوجد اي تفاح. There aren't any apples. طب يلا يا عبد الرحيم، عايز اقول هل يوجد اي تفاح؟ بجيب مين الاول؟ وبعدين اخد سم ولا اني؟ برافو عليك. اخد ايه؟ اني. ليه؟ لان اني قلنا بتيجي في النفي وفي الايه وفي السؤال، انما صم بتيجي في الايه بس؟ في الاثبات. بسرعه تاني. يوجد بعض التفاح. There are some apples. لا يوجد اي تفاح. There aren't any apples. هل يوجد اي تفاح؟ Are there any apples؟ خلي بالك الاسم الجمع بيجي معاه are والمفرد يجي معاه ايه؟ is. طيب وخلي بالك برضو تاني، هنا حطيت ايه في قبل واحده تفاحه واحده؟ حطيت ايه؟ ان. وهنا برضو في النفي حطيت ايه؟ ان. وفي السؤال حطيت ايه؟ لان هو مفرد بياخد او ان او ون. هنفهم دلوقتي امتى ان وامتى طب الاسم الغير محدود، عايز اقول يوجد بعض العصير. قول يا محمد دايما يوجد بعض العصير بسرعه. There is some juice. There is some juice. قول يلا يا عبد الرحيم. لا يوجد اي عصير. عايز انفي. There isn't اخد سم ولا اني؟ يلا any. Is there any use؟ اني ولا سم؟ لان اني بتيجي في الايه؟ في السؤال. اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ يبقى انا لما اجي اكون جمله هنا there is an apple there isn't an apple is there an apple. طب هنا there are some apples there aren't any apples are there any apples. طب هنا there is some juice there isn't any juice is there any juice. طب تعالى بقى نشوف ايه الفرق. انتوا اتلخبطتوا هنا في او ان. لازم تفهم امتى بستخدم ان وامتى بستخدم ايه؟ ما الاثنين يعني ايه ان؟ يعني 1 يعني واحد، يعني ايه؟ يعني 1 يعني واحد. طب ايه الفرق بينهم؟ لو الاسم المفرد بيبدأ في نطقه بآ او اي او او، يعني حرف متحرك او صوت متحرك، بنحط قبل منه ايه؟ ان. يعني عايز اقول يوجد تفاحة، او عايز اقول تفاحة اقول ابل ولا انابل؟ انابل. ليه؟ بص هو حط الان دي ليه؟ عشان يزحلق النطق. حط الان ليه؟ عشان لو قلت مثلا there is ابل ايه ده؟ طب تقيله خالص صعبه ما تطلعش. حط الان دي ليه؟ there is an apple. ايه رايك فيها كده؟ بقت سهله في النطق. طب يوجد بيضه، عايز اقول there is a egg ولا انج؟ انج. يبقى حط الان ليه؟ عشان يزحلق النطق ويسهله. there is an egg. طيب عايز اقول يوجد برتقاله there is a orange ولا there is an orange؟ an orange. وصلت؟ طب عايز اقول يوجد كتاب there is a book. تقيله تقلت. there is a book. خفت صح ولا لا؟ يبقى هو حط الان دي ليه؟ يخفف النطق. تبقى صعبه جدا في النطق. there is a apple او there is a book. ايه ام بوك دي؟ ولا there is a book؟ there is a book. وصل؟ يوجد كتاب. يبقى الاسم لو ما بداش في نطقه، لو ما فيش في اوله لا ولا اي ولا او، باخد ايه؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ طيب يعني عايز اقول مثلا تفاحه ان ابل، بيضه ان ايج، برتقاله ان اورنج، ايس كريميه ان ايس كريم، شمسيه ان امبريلا. طيب ساعه اور ولا انور؟ انور. طب ام بي 3 بلاير ام بي 3 بلاير ان ام بي 3 بلاير ان ام بي 3 بلاير. خلي بالك من كلمه اور بدأ بحرف ايه؟ اتش بس ما بيتنطقش، فتاخد ايه؟ ان، عشان اول نطق كلمه اور اولها ايه؟ يبقى تاخد ايه؟ انور. انما كلمه هورس حصان نطقها ايه؟ هو. يبقى تاخد ان هورس ولا اهورس؟ اهورس. وصلت ولا ما وصلتش؟ يبقى انا ماليش دعوه بالحرف اللي بيبدا، انا ليا دعوه بالايه؟ نطق الكلمه. انطق الكلمه لو بدات باء او اي او او تعمل ايه؟
تاخد ان عشان تسهل النطق. لو ما بدأتش بآ ولا ايه ولا او، بس الكلام ده شرط تكون ايه؟ مفرد. لازم يكون اسم ايه؟ ما ينفعش يكون جمع ولا غير معدود. طب افرض بقى كان الاسم جمع او غير معدود، قلنا بياخد قبل منه some او any. يعني كلمة apples تاخد ايه؟ some او any، وكلمة oranges some او any، وكلمة hours some او any، وايجز some او any. طب كلمة water غير معدودة برضو تاخد some او ايه؟ ما هو بص، الجمع اللي هو الجمع ده والغير معدود اللي هو غير معدود ده ياخدوا some او ايه؟ او اني، وما ينفعش ياخدوا لا ولا ان ولا وان اللي هي دي. يبقى سواء كان الاسم جمع او غير معدود يسبقه some او اني. طب ايه الفرق بين some واني؟ او امتى بستخدم some وامتى بستخدم اني؟ بستخدم some في الجمل الاثبات بس، في الاثبات فقط، او في سؤال العرض، او في سؤال الطلب. سؤال العرض لما اعزم على واحد باكل او شرب اقول له هل تريد بعض العصير. وسؤال الطلب لما اتطافس واقول له هل يمكن ان تعطيني بعض العصير. يبقى سؤال العرض لما اكون انا كريم وبعزم، وسؤال الطلب لما اكون انا ايه؟ طفس وبطلب. في الحاله دي بستخدم ايه؟ some. هل تريد بعض العصير؟ would you like some ولا any؟ some ده سؤال، بس سؤال ايه؟ عرض. بعزم على واحد باكل اخد ايه؟ some، لان بقول له هل تريد بعض العصير ولا هل تريد اي عصير؟ هل تريد بعض العصير يبقى اخد ايه؟ some. طب هل يمكنك ان تعطيني بعض العصير ولا هل يمكنك ان تعطيني اي عصير؟ هل يمكنك ان تعطيني بعض العصير. يبقى الاثبات زي از وار وهاز وايه وهاف ياخدوا some. وسؤال العرض اللي هو السؤال بايه؟ بود لما بعزم على واحد باكل او شرب ياخد some. وسؤال الطلب لما بطلب من واحد اكل او شرب بياخد ايه؟ مش شرط اكل او شرب، اي حاجه يعني. خلاص اعرض عليه اي حاجه او اطلب منه اي حاجه يبقى ياخد ايه؟ some. طب اني بتيجي في الايه؟ في النفي والسؤال. النفي زي isn't aren't hasn't haven't. خدنا hasn't وhaven't الحصه اللي فاتت، وisn't وaren't الحصه دي. والسؤال اللي هو اي سؤال تاني زي ايه السؤال ده؟ زي السؤال ده is there any ولا some؟ هنا لا اني ولا صم. ليه بقى؟ لان ده اسم مفرد ما ينفعش ياخد صم ولا اني. نايمين ولا صاحيين؟ نايمين. يبقى كلمة ابل لا تاخد ولا اني، يبقى ما ينفعش هنا لا صم ولا اني. طب هنا ار ذير اني ولا صم؟ اني، لان ده سؤال بهل. طب از ذير اني. طب هاف يو جت؟ have you got تاخد ايه؟ any. طب do you have برضو تاخد ايه؟ do you have يعني هل لديك تاخد any. طب have you got برضو تاخد ايه؟ خدنا الحصه اللي فاتت تاخد ايه؟ any. يبقى ايه الفرق بين some و any؟ الاثنين بيجوا قبل الاسم الايه؟ او الاسم الغير معدود. الاثنين بيجوا قبل الاسم الجمع او الغير. بس ايه الفرق بينهم؟ some بتيجي والعرض وسؤال العرض وسؤال ان بتيجي في النفي واي سؤال تاني غير العرض والايه والطلب. تعال بقى نحل تمرين الريرايت. قلنا تمرين الريرايت ده بيفهمني القاعده، بثبتها في دماغي كويس جدا وما عادش بنساها تاني. في قاعده مهمه جدا في اللغه ومش كل الناس بتشرحها، بس هي ضروريه ولازم افهمها. ان انا عندي there is وذير ار، الاثنين معناهم ايه؟ وهاز جات وهاف جات قلناهم الحصه اللي فاتت، الاثنين معناهم ايه؟ لدينا او لديه او عنده او معه او خلاص صح. لما اقول there is بتساوي has got او have got، ولما اقول there are برضو بتساوي has got و have ايه got. خلاص كده يبقى انا عندي there is و there are بيساووا has got و have ايه got، مع فرق حاجه واحده ان there is لازم يجي وراها مفرد او غير معدود، مفرد او ايه او غير معدود، وذير ار لازم يجي وراها ايه جمع. انما هاز جات وهاف جات ينفع يجي وراها مفرد وينفع يجي وراها جمع وينفع يجي وراها غير ايه معدود. خلاص بس الفاعل بتاعها هو اللي قبلها بيفرق معاك. طب عايز اقول هنا بقول لي في الجمله دي there is some oil in the bottle، يعني الازازه فيها شويه زيت. عايز احط هاف، مين اللي يقول الجمله ديت؟ بص كده لما اقول يوجد بعض الزيت هيها لما اقول
لدينا بعض الزيت، صح ولا غلط؟ يبقى انا هشيل مين؟ حد يقول لي هشيل مين كلها؟ there is واحط مكانها we have، احط مكانها ايه؟ وبعدين اكمل we have some oil in بلا 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 بلا، اكمل الجمله لايه؟ لاخرها. يعني عندنا شويه زيت في الازازه، ما تشتريش زيت. تمام؟ طب اللي بعدها بقول there are some apples with ندى، يعني ندى يوجد بعض التفاح مع ندى، روح خد لك منها واحدة. عايز احط هاز، الجملة دي معناها ايه؟ يوجد بعض التفاح مع ندى. عايز احط لديها، اقول ايه؟ الذكي اللي يجيبها بالعربي. طيب يوجد بعض التفاح مع ندى، عايز احط لديها، اقول ايه بالعربي؟ ندى. برافو عليكم، 10/10. اقول ندى لديها بعض التفاح. انا قلت هاف هنا صح؟ ممكن اقول بص، قلت وي هاف سام اويل، احنا ما خدناش هاف دي لسه. اقول وي هاف جات، الاثنين معناهم واحد، بس هاف دي منفيها بدو، فمش درسنا النهارده، هناخدها من الدروس اللي جايه ان شاء الله. يبقى لما اقول وي ذير از سام اويل، اقولها ايه؟ بتساويها وي هاف جات سام اويل او وي هاف سام ايه؟ اويل. طب عايز اقول بقى يوجد بعض التفاح مع ندى، احط هذا، اقول ايه بقى؟ ندى. اجيب ندى الاول، بعدين اشيل دير ار واحط ايه؟ هاز جات، واكمل سم ابلز، وما اقولش مع ندى بقى. يبقى ندى هاز جات، ما كملش. ها يعني there are some apples with ندى، يوجد بعض التفاح مع ندى. هي لما اقول ندى لديها بعض التفاح او ندى معها بعض التفاح. الجملة اللي بعدها there isn't any bread in the fridge، يعني التلاجة ما فيهاش عيش. عايز احط have، العربي يفهم الجملة بالعربي الاول. يعني ايه there isn't any bread in the fridge؟ لا يوجد اي خبز في التلاجة. عايز احط have، مين اللي يقولها بالعربي؟ ازاي انت عكست المعنى كده؟ عايز احط لدينا، سقفة كبيرة للراجل ده. يبقى عايز اقول برافو عليك، لا يوجد اي خبز في التلاجة. هرسبها زي ما هي. لا يوجد اي خبز في التلاجة. ليس لدينا الله عليك. اقول ايه بقى؟ وي هاف جت. غلط، هو حط هنا ايه؟ not. لازم انا برضه احط ايه؟ not we haven't got any bread بلا بلا بلا. لا يوجد اي خبز في الايه؟ في التلاجة. الاثنين معناهم ايه؟ واحد. احنا اخدنا دي الحصه اللي فاتت، والنهارده بناخد دي، وبفهمك ان الاثنين معناهم ايه؟ واحد، عشان تخاطر تشكل جملك وتخلي جملك متنوعه. got يعني لدينا. are there any pens with احمد؟ هل يوجد اي اقلام مع احمد؟ ممكن اقولها ازاي؟ ده سؤال بهل، بدأت بار زير. طب عايز احط مكانها هاز جات، اقول احمد هاز جات، ينفع؟ اقول احمد هاز جات ولا اقول ايه؟ هاز احمد جات. ليه قلت هاز احمد جات؟ لان ده سؤال بهل، بيقول هل يوجد اي اقلام مع احمد؟ طب عايز احط لديه، اقول ايه؟ هاز احمد جات اني بنز؟ هل احمد لديه اي اقلام؟ تعال نحل بسرعه، اتفهمت دي كده؟ طب اللي بعدها there some milk، هو جاب هنا ميلك مفرد ولا جمع ولا غير معدوده؟ غير معدود. يبقى اشطب على ار وارن. طب دي some بتيجي في الاثبات ولا في النفي؟ اثبات. يبقى اخد از. اللي بعديها any trees، كلمه trees دي مفرد ولا جمع ولا غير معدوده؟ جمع. يبقى اشطب على از واذن. طيب جاب اني، اخد ار ولا ارنت؟ ارنت. يبقى اشطب على ار واخد ارنت. زير اتري، اتري دي مفرد ولا جمع ولا غير معدوده؟ مفرد. يبقى اشطب على ار وعلى هاف. طب زير دي بتيجي مع از ولا هاز؟ زير از، مفيش حاجه اسمها زير ايه؟ هاز. اللي بعديها زير رايس ليفت، از اني ولا ازنت اني ولا ار سم ولا ار انت اني؟ اولا ده رايس غير ايه؟ معدوده، ما ينفعش اخد ار سم. طب از اني، هي اني بتيجي في الاثبات، اني بتيجي مع از ما تنفعش. طب برضه ما ينفعش اخد ار مع الرايس، يبقى مفيش غير ايه؟
isn't any. طب هنا جاب some books on the table واخرها ايه الجمله دي؟ نقطه. طب كلمه بوكس دي ايه؟ جمع، يبقى ما ينفعش is ولا is. there are ولا are there؟ there are لان الجمله ديت اجابه اخرها نقطه. الجمله اللي بعدها برضو any box on the table بس جاب علامة ايه؟ استفهام. اولا كلمة بوكس جامعة اشطب على از وعلى از في السؤال. زير ار ولا ار زير؟ ار زير. برافو عليك، لان احنا قلنا الجملة الاخيرة سؤال بعمل ايه؟ بعكس. اخر سؤال بيرد اون ذيس تري، جاب بيرد ده مفرد يبقى اشطب على ار وعلى ار. زير از ولا از دير؟ برافو عليكم. ليه؟ عشان دي سؤال 10 على 10. اتفهم الدرس ده كده؟ هسيب لكم تمارين وتحلوها انتوا.